سيبني افتح العربيه. يا جدع امشي يا جدع، انا هخطفك يا جدع مد. في ايه؟ تعالى اما اقول لك ولا في ايه يا سوكا؟ سيبيه ياما سيبيه. في ايه يا في ايه؟ يلا سيبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ كوريا؟ الحمد لله على السلامه يا كوريا، ليكي وحش. انت اللي طلعت؟ نعم. يعني قصدي طلعتي امتى؟ وحشتني يا دعيم. وانت يا كوريا قوي. مش باين عليك يعني انك فرحان. يعني شويه كده. ايه؟ لا يعني ازاي يا كوريا؟ ازاي ده انا مزقطه. مش باين عليك يا ابراهيم. ما انت خطفتيني برضك. انا قلت اعملها لك مفاجاه. دي احلى مفاجاه. ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مش كنت تقولي طب كنا زفناكي من هناك لهنا؟ هي دي حاجه تعدي كده. عارف يا هيما، انا طول ما كنت جوه ما كنتش بفكر اني عايزه اخرج عشان اعلم على اللي رموني الرميه السودا دي. لا، كل ما كنت اقعد لوحدي كنت اقعد افكر واقول يا رب والنبي خرجني ولو 5 دقايق بس، امسك ايد الواد هيما وارجع تاني. حبيبتي حبيبتي يا كوريا، بقى كان كل فين دبلتك يا كبداجي؟ فين الدبله؟ دبلتنا في جيبي، في جيبي يا كوريا. وقبل ما دماغك توديك الحته شمال اساليني الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ معرفش. نعم. لا بهزر معاك يا كوريا، اصل وانا بسوي الاكل بتسخن بتلسعني قوي يا كوريا. بس انا كنت هلبسها برضو يعني ده انا لابسها هتروح فين؟ بس دي خطيبتي وهتبقى مراتي. عاوزاني اقول لها ايه؟ اقول لها والنبي سيبيني اروح اقعد مع نوال شويه عشان جوزها مش فاضلها. الله، وانت تقول لها ليه وتعيد لها ليه؟ ما دام ما اتجوزتهاش ملهاش حاجه عندك. ملهاش حاجه عندي ايه؟ انت اتجننت يا نوال؟ ده لو عيني رمشت واحده بس بتعمل معايا الصح. انا نفسي اعرف البت القزعه المسترجله دي عامله لك عمل عند انهي شيخ عشان اعمل لك عنده؟ ده انا فرشالك خدي مداس وبتمنى لك الرضا ترضى. ده انا مفيش مره بشوفك فيها الا الكلام يبقى عليها حتى وهي مسجونه. ايه، انا بقيت بكرهها كانها ضرتي. ضرتك ايه ونيله ايه يا نوال؟ احنا حوارنا ده كله عوق ومليان مشاكل، وجوزك ده انا قده يا ماما وقد 10 زيه، بس صاحب الحق قوي برضه. ما انا قلت لك فكك من الحوار ده ونفض لها وحاجتك حاضره. انت راجل في الكليه وهي رد سجون، وانا هقرب سلومه في عيشته لحد ما يطلقني، وهخليه قبليها يكتب لي الشقه اللي احنا فيها باسمي. يعني مش هياخد غير جلاليبه الزفره وهو خارج، ونتجوز انا وانت يا هيما. ولو عاوز عفش جديد نشتري، ابيع سيختي. انا شارياك يا هيما وبحبك، وسلومه ده ما بقتش طايقه نفسه في وشي. انت اتهطلتي يا نوال؟ لا وربنا اتهطلتي. انت عاوزانا انا وانت نتجوز ونقعد في الشقه اللي قدام كوريا دي؟ كانت تولع فينا وفي الشقه. خلاص نبيع الشقه دي وناخد اي مطرح في اي حته. فكك بقى من موضوع الجواز ده، خلينا كده، احنا كده احسن. نوال مزنوق، شوفي لي اي حاجه معاكي. يوه عينيا، بص كده. خد يا حبيبي. ده حبيبتي يا نوال، ربنا ما يحرمني منك. يا اخي كبداجي، وانت يا اخت نوال. انت ايه اللي جابك هنا يا شيخ ناصر؟ ايه رايك في الصدفه السعيده دي؟ لا يا صدفه زباله نوال، الله يخرب بيتي، بس العين مش عليكي، انا اللي كلب وربنا. جرى ايه يا هيما؟ يعني ما اتبسطتش؟ بس بقى اتبسطت ايه ونيله ايه؟ خرجيني من الحبسه دي يا نوال. طب خلاص هبص لك انا. خرب بيتك يا كوريا، بوظت لنا اليوم. يلا بقى. طب يا اخويا بس بقى بصراحه، بس بقى يا يخنقوها، اصل احنا سلو بلدنا صعب قوي قوي قوي. طب هي خالتك مش دماغها رايحه منها؟ بس والله العظيم دماغ في طقانها. والله ربنا يرجعها بالسلامه يا رب. يا مسبتي في ايه؟ سلومه جه. نهارك اسود. تعالى هنا، رايح على فين؟ تعال. البتاع هنروح. تعالى. فين؟ على فين؟ تعالى هخبيك في اوضه النوم. هنروح فين؟ اوضه النوم ايه ده؟ تعالى هخبيك فيه. ناو واحد واقع من الجوع. طبخنا ايه النهارده؟ لا طبخه ولا عامله، اقلي لك بيضتين. بيضتين؟ ده الواحد بطنه مششت من كتر البيض. يا اخويا اجيب لك طباخه، شغل البيت بيهدني. ماشي. رايح فين؟ محصور ايه؟ بفك الزنقه.
ايه؟ حد جانا يا نونو؟ انت يا اخويا اللي كنت سايب الباب مفتوح. انا مش بس انا متهيألي ان انا قفلته. مش عارف، هو انا بقيت دريان بحاجه. ده شغل فنادق. بيجيبوا لي واد ابن جنيه كل فتره كده يهف الشوق يجي يضرب سندوتشات من غير عدد وفي الاخر يروح ظارفني النص صباع. السلام عليكم. وعليكم. ايه ده الحزن ده يا في ايه؟ هجي لك وقت تاني يا هيما. يا تعالى هنا خد بقى. ايه الزعل ده يا انت على طول مش طايقني كده؟ يا ده سكت انا بحبك، ده انت ليك وحشه والله بس انا مش عارف ليه. اقعد بقى خد لك نفسين يلا. يا ده اقعد ده حلو لاحبالك الصوتيه. معلش يا هيما، انا كنت مفكرك قفلت. روحت البيت لقيت امي متوغوشه قوي على كوريا، بتقول لي لسه ما جاتش لغايه دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. يا عم عماله تلفلف على خالتها من الصبح، قلت لها اجي معاكي قالت لي لا، قلت لها بركه يا جامع، انا قصدي دماغي مش ناقصه للنواح. طب بقول لك ايه، هروح انا انام، انت عارف امي ما بتنامش الا لما بروح. السلام عليكم. يا ده سوكا تروح ايه وامي ايه وتنام ايه؟ يا ده انا عايزك شبهني. يا عم سيبه يا عم، ده راجل فنان ومثله الاعلى الاستاذ هاني شاكر. خلاص يا جماعه انتوا هتشيلوا لنا المشاريب ولا ايه؟ خلاص امشي انت يا سوكا وانا بكلمك في التليفون. ربنا يهديكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تقعد يا سوكا شويه. عسل يا هيما. بقول لك ايه، سيبك بقى من الهزل ده عشان انا عايزك في حاجه جد. خير يا طاعون. طلعه كده حلوه هنعمل منها قرشين. ميكروباص شمال سارقينه من تحت بيت واد اسمه هندي مقصات. هو واد خبق بس عمل فيها بلطجي وغلط معانا. قلنا كده نربيه ونعمل له كرسه ود. بس قبل ما نرجع الميكروباص عايزين نطلع بيه كام طلعه سوا. ايه رايك؟ طب انا هعمل ايه في الطلعه دي؟ كاكتعون يا هيما. هتعمل ايه؟ هتمسك عجله القياده. يلا يا هيما بقى، عايزين بقى نرجع لايام زمان. هنقول احنا لسه حبايب. ما خلاص قلنا. طب بص، انا هقول لك حاجه مش عايز اقولها لك تاني. تعون ده مش مجرد اسم، ده اسلوب من المعاش، وبنتي قاعده عندي وجوزها كرشوب للشغل، والصبح كنت هجيب لابنها اللبن المدعم. حرام عليكم يا كاكتعون يا راجل يا ممل. ايه الرغي ده؟ لول فلقتني بقصه حياتك. وايه اللبن المدعم ده؟ يعني انت كده كسبت تعاطفي؟ ده انا هشرمك. ابو سيدك يا ابني، حرام عليك. ما تفكك منه يا طاعون، شوف لك عيل شاب احسن. يا هيما سيبك من الناس ده انا عارفها كويس. يا بقول لك. قلبي. اتظبط بقى علينا، اتظبط. لا بقول لك ايه يا طاعون، تعليب موت ماليش فيه. الراجل ده ينزل بفلوسه ياخد بيها حقنه في اقرب اجزخان. السلام عليك يا هيما وعلى قلبك الرهيف. ماشي عشان خاطرك بس. ننزله بقى المره دي بفلوسه عشان خاطر هيما. ما احنا اصلنا في ميكروباص صبايا الخير. اصحى يلا غور. ما تخلص يا عم طاعون انت كمان، ما شافهمش هم بيسرقوا، شافوهم هم بيتنيلوا يتحاسبوا. ما تصلي على النبي كده يا هيما وجمد قلبك يا اخي، مالك؟ واللي ليه عندنا حاجه يروح يقول للحكومه يا عم كبداكي. ما بالراحه يا دي انت وقع الاستاذ. الراجل جاي معانا مستشار فني وخبير اجنبي، يعني يا دوب في مرحله اخيرا اتجرأت. نقوم نعمل ايه؟ نشكره ولا نعمل ايه؟ كل واحد ياخد الكومه اللي تعجبه. انا مقسمهم بالشعره، ميزان حساس. يهل العرب والطرب، العدل مين سيده؟ سيده يلا العجب، وطى وبس لا مؤاخذه ايده. كده عداله التوزيع عشان ما حدش يبقى واخد اكتر من حد. مبسوط يا هيما؟ ما تدخلش معايا المستشفى. اعمل ايه؟ خدتها على البيت وحطيت لها الميكروكروب وحمتها ونيمتها. على فكره يا كوريا انا قلت ان احنا مش هنلاقي الولايه دي تاني، بس انا ما حبيتش اقول لك عشان ما اقلقكيش. والله؟ او ربنا. طب هو حتى لو كده يا هيما تقوم سايبني في وسط الطريق كده وماشي ادور عليك جنب ما الاقيكش؟ هيما بقول لك ايه، انت فيك حاجه متغيره اليومين دول، ولا اقول لك مش اليومين دول بس، من ساعه ما خرجت من السجن كده وانا حاساك مش انت، مش هيما بتاعي اللي انا عارفاه. مش هيما بتاعك يا كوريا، امال هكون هيما بتاع مين؟ هو انا بتاع حد غيرك؟ بق خدش منك الا كلام، لكن اجي ساعه الجد ادور عليك ما الاقيش حاجه في ايدي. طب هاتي ايدك، اديني كل في ايدك اهو. احنا مش هيتقفل علينا باب واحد بقى ولا ايه؟ انت عايز يتقفل علينا باب واحد ليه؟ لا عشان نبقى نلعب طاوله براحتنا. يا راجل احنا عالسلم. يا لهوي يا نسبتي، ايه اللي انا شايفاه قدامي ده؟ صحيح اللي اختشوا وماتوا وانا اقول العماره هتقع عليه، ما هي من النجاسه اللي معششه فيها. يا لهوي يا نسبتي، الحقونا يا خاوي، يا لهوي الحقونا يا خالي. خش جوه يا ولد، خش يا ولية. استغفر الله العظيم يا رب، مش قادرة اتكلم. تعالوا اتفرجوا، الفرجة طلعت. بس يا اختي جرايه ولية، قال صحيح كلم العيبه تلهيك وتجيب اللي فيها فيك، واظن بقى المنطقه كلها عارفه من هي كوريا. انا ما حدش يستجري يجيب
مني ان انا ما ادخلش حد غريب عندي البيت الا لما يبقى جوزي، لكن الدور والباقي بقى على النسوان اللي جوازاتهم مش عارفين يلموهم. يلا يا اخويا بتعجبتك انت وهو، واللي عنده معزه يلمها ما يطلعهاش على خلق الله، ولا يا شيخ ناصر؟ يا اهالي المنطقه الكرام، لو انت لسه هتخطب مش وقته يا شيخ، مش وقته. انتظر يا اخ ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وكلنا نعرف الاخت كوريا واخلاقها العاليه، ونعرف مين برضه اللي بيتكلم عنها وصاحب العقل مطالب بالتمييز. افلا تعقلون؟ افلا تتفكرون؟ يلا يا اخوي فضوا اللمه اللي انتوا عاملينها دي. الله، ولا هو سيرك ولا هو سيرك؟ وانت يا سلومه ما تلم مراتك يا اخويا، لم مراتك من قدام الرجاله، ولا هي كلها لحمه عند الجزارين. يلا يا نوال، يلا حبيبي منك ليه، يلا يا اخوي. يلا يا يلا، في ايه يا اخ ابراهيم عايزك. طب يا كوريا اطلعي انت سبقيني على فوق، يلا خد يا سوكا وصلها. يلا. نعم اخ ابراهيم احذرك، انت تشعل نار الفتنه بسبب ما تعلمه وتعلم اني اعلمه. خلاص يا عم الشيخ، خلاص، ده بدل ما تدعي لنا ان ربنا يهدينا، روح انت عشان تلحق صلاه العشاء. ده احنا داخلين على دورين، دور لامي ودور ليا. انت عارف يا ابراهيم، امي عندها 60 سنه ما شافتش يوم حلو في حياتها. نفسي ربنا يكرمني بقى عشان اعوضها اللي راح منها. هتعوضها يا سوكا، هتعوضها عن كل الايام السوداء اللي انتوا شفتوها. انت اصلك ياد ابن حلال وصاحب صاحبك وتستاهل كل خير. هم يعني اللي غنوا احسن منك في ايه؟ والله انت طيب قوي يا ابن عمي. بعد اذنك بقى خش اريح شويه. ايه ده، في ايه؟ انا هندي مقصات يا ابراهيم، شيطان خط السيده جيزه. ولاد الحلقه قالوا لي انك راكب عربيه انت والواد طاعون، والعربيه تلزمني يا اما رقبتك تلزمني. طب الدخله دي مش حلوه يا هندي، انت في بطن البقره، بلد المليون راجل، يعني تقعد وتاخد واجبك ويتعمل معاك الصح لحد الاخر وترجع باللي يلزمك. واجب الاوتومبيل، العربيه فين يا ابراهيم؟ الموضوع ده ما يخصنيش، ده يخص طاعون. روح يا ده سوكا مدهن. اوف انا خد يا السوكا. العربيه فين يا ابراهيم؟ ما قلنا ما يخصنيش، روح يا ده سوكا مدهن. العربيه فين يا ابراهيم؟ هندي ابراهيم حد يلحقني يا خالد، حد يلحقني يا خالد، حد يطلب الاسعاف. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، حد يلحقني يا سوكا، حد يطلب الاسعاف. ماله البلح؟ هو وحش البلح؟ مساء الفل يا استا كوريا. خير يا طاعون، جاي تترازل عليا في محل اكل عيشي ولا ايه؟ نازله طحني يا كوريا فينا وليل نهار بتنبطي. ده انا يبقى قاطع رجلي لو ادخل اترازل على حرمه صاحبي وهو مرمي في المستشفى. امال عاوز ايه؟ يعني هكون عاوز ايه؟ مش كوافير حريمي ده لا مؤاخذه ولا ايه؟ ولا احنا في مركز الابداع؟ كوافير يا ريس. انت صح يا كبير. تمام. اخت بقى اخونا وهدان الصغيره فرحها قريب وجايين نحجز لها، وقلت بالمره ارغي معاكي وناخد وندي عشان اعرف ايه بقى الموضوع اللي انت عارفاه وانا عارفه وماسكهولي الزله. شوف يا طاعون، الرغي هنا في المحل اللي الحريم مع الحريم بس، ما بيخشش هنا رجاله ولا نصاص رجاله. فاتكل على الله بقى من هنا دلوقتي، بدل ما وتربة امي مش هقول لك استنى اما يخرج هيما، انا اللي هفرج عليك امة لا اله الا الله وقتي. خلاص شطفتيني. طب اسمعي بقى ست الستات، هيما خارج قريب وهندي مقصات هربان والحكومه بتدور عليه، بس هو حاطط في دماغه هيما. بس انا بحب هيما ولا ممكن اخلي حد يعلم عليه من حته تاني، ده انا ساعتها يجيني طاعون على حق. يلا يا رجاله لحسن حسن الاكسجين اللي في المطرح شاحح مني. سلام. بقول لك يا دكتور الله لا يسيئك، انا لا ليا في جو المستشفيات ولا الحقن ولا البنج ولا الكلام ده. انا قلبي مقبوض وحاسس ان انا روحي هتطلع لو قعدت هنا اكتر من ساعه. يا ابراهيم انت عندك جرح كبير في مكان خطر وعمل لك تهتك في عضلات الكتف ونزلت دم كتير قوي. مش مهم، خرجني من هنا. يا ابراهيم انت محتاج راحه تامه ورعايه طبيه على الاقل كام يوم. طيب تمام، انا هروح ارتاح في بيتنا، هفضل قاعد قدام التلفزيون 24 ساعه. انت عندك تلفزيون؟ اخرس انت، اكتب لي على خروج الله يكرمك. انا عندي فكره يا دكتور، ابراهيم اخويا، انا اروح معاه البيت واخدمه اللي هو عايزه وانا تحت امره. ما هو المساله مش راحه وبس، انت عندك ادويه وحقن لازم تاخدها بانتظام،
ومحتاجين نطمن عليك كذا مره في اليوم. لا اطمن يا دكتور اطمن، انت لو عايزني اخف اكتب لي على خروج، احنا عندنا حلاق صحه بسم الله ما شاء الله، ايديه تتلف في حرير، هبقى ابعته يديني الحقن اللي حضرتك هتكتبها لي. انت بتهزر؟ لا. حلاق ايه وصحه ايه؟ مفيش خروج قبل 3 ايام على الاقل. ايه ده؟ وبيزعل ايه؟ يا ابله يا ابله، حلقت لك كمان؟ بقول لك انا من رايي احنا نسمع كلام الدكتور نقعد هنا قد سنه او سنتين. كتفي وجعني قوي يا كوري، الواد غزال. سيبك من كتفك دلوقتي ورد عليا، اللي بينك وبين نوال. نوال ايه ونيله ايه؟ نوال ايه ونيله ايه اللي قاعده بتحوري لي عليها؟ انت كل حاجه هتحوريها لي يا كوريا. ما تعملهمش عليا يا هيم، انا كوريا. وانا هيمه حبيبك يا كوريا. ايوه خش عليا بالنعم خش. بقول لك يا هيم، انت كل اللي بينك وبين الوليه دي قدام عيني. ازيك يا ست نوال؟ ازيك يا ابراهيم؟ ايه بقى اللي يخليها تيجي تعمل البوليكه دي كلها بقى هنا؟ ده ولا كأن جوزها هو اللي مرمي في المستشفى، عقبال ما اشوفهم الجوز مرميين في مشروع قادر يا كريم. ايه بقى اللي بينك وبينها عشان تعمل ده كله؟ شفتش عملت ايه؟ شفت انا لا شفت ولا حسيت يا كوريا، ده انا كنت هضيع ورب العرش نجاني يا كوريا، انا في ايه ولا في ايه؟ ماشي يا هيم، بكره نقعد على الحيطه. يا بنت يا هبله ده الشغل حريم، دي بتعمل كده عشان قرشه ملحتي، شايفاكي بتحبيني واقع عليا، وانا بصراحه واد جامد ما تسابش يعني لقطه. حاضر يا هيم، هتقرطص لك حاضر، هتقرطص بس بمزاجي، هتقرطص بس مفتحالك. وخلي بالك انا كوريا اللي ضيعت سنه من عمرها في السجن عشان ما تقبلتش بس حد يجي على حقها وحق زملاتها في المصنع. يعني الواقعه بموتها يا هيما، ها بموتها يا كبداك. الف شكر يا باشا، مع الف سلامه. اخيرا اذن النيابه طلع بمراقبه التليفونات. ها وانتوا ايه الجديد؟ مفيش جديد يا باشا. يعني ايه يا اخويا مفيش جديد؟ يا باشا زي ما بنقول لحضرتك تحركات كل واحد فيهم مكتوبه عند حضرتك في التقرير. ابو طالب بيه بيروح يشرب يروح شقه مشبوهه يا باشا. وانا مالي بيه، انا عاوز بنته. اتفضلوا كملوا شغلكم، واي واحد من الناس دي بيتنفس نفس عايز ابقى على علم بيه قبل ما يتنفس النفس اللي بعده. يلا يا سندس. اموت انا واعيد السنه. فايبريشن عليا طلع فايبريشن. مزه يلا يا سندس. شفتي يا اختي البيت ماشيه ولابسه وبتترقص زي بتوع السيما بالظبط. عشنا وشفنا فيكي يا بطن البقره. اقطع دراعي من هنا، المكان ورا البت دي ان بس انا خالص. طب يلا بينا يا عمي. ايه اللي احنا بنعمله ده صح؟ لا طبعا. يلا يا سوكا. هو راح لوحده ولا ايه؟ ولا يلا بالراحه يا سوكا. ما بعرفش اسوق. ليه وانت سايق؟ لا ده يلا يا سوكا. لا مؤاخذه يا حاج نام يمكن مفيش حاجه. يلا خير. يلا سوكا. على فكره انا ما كنتش نازله اتفسح في الحاره ولا اعمل شوبينج، انا نزلت عشان سندس كانت عايزاني انزلها. عشان مين يا اختي؟ سندس؟ وانت مالك ومال سندس؟ سندس دي خالتي انا حبيبتي، لا تخصك ولا ليكي فيه. وخالتي انا كمان قدام الناس، وبعدين انا حره اعمل اللي انا عايزاه، مش هاخد رايك قبل كل حركه انا هعملها. هقاهو. لا يا حبيبتي، انا هنا ما عنديش حره دي هناك عندكم في الكامباوند، لكن عندي انا هنا انا حره، يعني انا لا مؤاخذه. فاهمه يعني ايه؟ وما شفتيش نفسك كنت ماشيه في الشارع كنت لامه علينا اللي يسوى ما يسواش ازاي؟ بصي لنفسك يا اختي، ضربالي استريشت وبلوزه بامبا، يقول عليها مسكنه مين عندي دلوقتي؟ اولا انا كنت لابسه عبايه فوق لبسي ده، ثانيا ما اسمحلكيش خالص انك تكلميني بالطريقه دي، وبعدين انت تطولي ان واحده زي تتنازل وتقعد معاكي في العفانه اللي انت عايشه فيها دي. ما بس بقى انت وهي بس وحياة سعد ان مسكته لقوم انزل عليكوا شبشب. استني انت يا خالتي دلوقتي والنبي. لا يا نغ هتسمحي لي غصب عنك، هتسمحي لي ورجلك فوق رقبتك. انا طول عمري سمعتي موس كده اهو، لا حد قال عليا ولا عاد عليا، واللي يفتح بقه عليا احشوله بشبشب. مستحيل السوقيه والقرف اللي عمالين ينقطوا منك. ايه احشيهوله وشبشبي؟ ايه الالفاظ البيئه دي؟ بصي هقولك على حاجه، انا مستحيل اتكلم مع واحده فالجر بالمنظر ده، وبعدين الخرابه اللي انت فرحانه بيها دي انا قاعده فيها بفلوسي، وبعدين مش عايزه حوار معاكي تاني. تعالي هنا. فلوسك ايه يا ام فلوس؟ انت زهقتينا بفلوسك يا اختي، اللي كل شويه فلوسي. مشكرين يا ست البنك المركزي، مش عايزين منك حاجه، اللي هيشيل ويحط عليك يا بعيد. ده انت داخله عليا بالمرض والخراب. بقول لك يا بت، انت مين اللي زقك عليا يا بت؟ ها انا عايزه افهم. ما انا اخلص عليكي هتخلصي عليا؟ هو انا كنت ناقصه هم فوق هم يا رب؟ هو في ايه؟ ده انا اللي فاهم كفيني وناقصه اوزع منه على الخلق كمان. دي حاجه تقرف يا شيخ، البنكر قال وفالكر. يلا يا اختي يلا، جت كونيله تاخدكم.
بقول لك ايه يا كبداكي؟ امر يا باشا. انت منين في مصر القديمه؟ من بطن البقره. اسمع عنها بس ما رحتهاش. شكلك كده عيل جدع ولابط. ابدا والله يا باشا، بس اللي بيزعلني بزعل امه. عمركش شكيت حد؟ شكيت حد ازاي يا باشا؟ انا موافق. جرايه روح امك، انت هتحور عليا؟ انت مش من بطن البقره وانا من الوراق، ما يغركش السلسله والانسيال. لا انا اخري 10 غرز وروحه تفضل في كتته. ما نفسكش تترقى وتساعد عزرائيل؟ انا مش فاهم سعادتك يا باشا. عدي عليا كمان يومين وانا افهمك. خلص اكلك. لا انا شبعت، يدوم العز. امسك. دي صورة الشيخ جاسم اللي احنا عايزين نصفره. خد. ايه ده يا باشا؟ ده مسدس. امال المطوه هنصفره بيها يا روح امك. ودي ورقه فيها كل تحركاته، بياكل فين، بيشرب فين، الحتت اللي يحب يقعد فيها، ودي جاردات بتسيبه امتى، كل حاجه. عارف يا ابراهيم، الامتحان ده امتحان صعب، لو عديته تشوف عز عمرك ما شفت. بص يا باشا، انا طول عمري بكره الامتحانات دي كره العمل، بس نجرب مش خسرانين حاجه. بص يا ابراهيم، اي لعبه فيها كسبان وخسران، والراجل ده لو ما ماتش او اي حد في الدنيا عارف ان انا ورا الموضوع ده، انت اللي هتبقى خسران. عارف خسران ايه؟ رقبتك. سمعنا كده احلى اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. يلا شوف وشك على خير. لا 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 استنى يا استاذ، انت بتقتلني ليش؟ ومين اللي بعثك؟ وكم عطاك؟ انا مستعد اتنازل لك عن كل ثروتي، بس خلني اعيش الله يخليك. كل ثروه ايه يا عم؟ الافلام القديمه انت هتتنازل لي عن كل ثروتي؟ انت شايف نهبل ولا دايق عصافير؟ ده انا اول ما اسيبك هتخلع. لا لا، انا من ايدك هذه لايدك هذه، صدقني انا تحت امرك باللي تطلبه. انا مستعد احقق لك كل احلامك، بس الله يخليك شيل البتاعه دي. تعرف انا نفسي في ايه؟ امرني. في ازازه بيره ساقعه. بس ده 100 صندوق ازازه بيره تجي لك دلوقتي. ماشي يا عم. أنا قايل المصريين ما شاء الله أجدع ناس وأحسن ناس في الدنيا. طب مصر يا عم أم الدنيا، أنت عارف سموها أم الدنيا ليه؟ لا والله ما أعرف. وحياتك ولا أنا، يلا اطلع بينا. حاضر. اطلع يا شيخ العرب. أهلا يا كبداكي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اسمع يا هيمة. أؤمر يا شيخ العرب. الأمر لله. أنا ما أحب البودي جاردات والحماية والحراسة، لا لا لا، تفضل تفضل. تفضل. أنا إنسان بسيط وأحب البساطة، حياك. لكن إذا بغيت أصير مافيا وقت ما أبي أصير مافيا. والله عداك العيب يا شيخ العرب. إنزين قول لي أنت شو اللي تبي مني؟ بص، أنا مروان ما قرانيش كويس. كبداكي ما يقتلش، كبداكي يعلم على حد، يقلب حد في مصلحة، لكن يزهق روح ماليش فيه يابا. وبعدين أنا مداينك بروحك اللي ما قطفتهاش دي، وده يسمح لي ان انا ارزل عليك واطلب منك اي حاجه، صح يا شيخ العرب؟ قول لي شو اللي تبيه؟ اشتري رسالة يا ابراهيم على الموبايل بتاعي. افرض بقى مروان شافها كان زمانه قتلني. طب مش من الاصول برضه ان انت كنت تبعتي لي تقولي لي انتوا رحتوا فين وعزلتوا فين؟ اقول لك ازاي بس اذا كان هو معزل بسببك انت اصلا. بسبب انا؟ بيعزل بسببي ليه؟ ايوه يا ابراهيم،
ما هو لما بعتك عشان تقتل جاسم خايف، قالك ممكن ما يعرفش يقتله، او ممكن مثلا رجالته يخطفوك وتقول لهم على المكان بتاعه. وبعدين خلي بالك، هو كان عاوزك بس عشان تخلص الموضوع ده. انسى بقى قصص ان هو هيشغلك وكل الكلام ده مفيش. يا ابن الكلب ده طلع واطي بقى بجد. امال انت فاكر ايه؟ بص يا لو انت متخيل ان مروان عبيط او ممكن تلعب معاها بالساهل، يبقى معلش بقى سوري، انت بقى اللي عبيط. وانا بصراحه بقول انه سيبنا من كل القصص دي ونرجع مصر بقى وخلاص. مصر مين اللي هرجعها؟ انا لو رجعت مصر يا هتقتل يا هتحبس، انا قتيل هنا ياما. طب ما تقولي ايه خطتك عشان اعرف انا هساعدك في ايه بالظبط، ولا انت هتوديني بقى في داهيه بقى وخلاص؟ انا اقدر اوديك. بيتهمك فيها ان انت سرقت عربيته التويوتا الميكروباص لوحات معدنيه ح م ت سياره رقم 345 مرور الزاويه. انا يا باشا لا حول ولا قوه الا بالله. انا رد على السؤال. ارد اقول ايه يا باشا؟ انا اساسا معيش رخصه سواقه وما بعرفش اسوق، هسرق عربيه ليه سعادتك؟ مقدم البلاغ شافك وانت بتسوق عربيته يوم الاربعاء 23 مارس الساعه 12 بالليل. اين كنت في ذلك الوقت؟ كنت في البيت. نعم كنت في البيت وكنت نائم. اصل انا حضرتك طالب في كليه الزراعه، والصبح بدري بيبقى عندي معامل ومحاضرات وكده، ما بسهرش ال 12 دي ابدا ابدا. انت لسه طالب؟ مع ان شكلك سنك كبير يعني. اصل انا مريت بظروف عائليه وحشه قوي. والدي توفى وانا بدرس وزعلت عليه قوي فتره، بس انا كنت مرتبط بيه جدا. الله يرحمه. بس انا ان شاء الله هتخرج زي ما وعدته باذن الله. انت مال شكلك عامل كده ليه وتحت عينك اسود وشكلك مبهدل؟ من كتر المذاكره يا باشا، والله اصل الامتحانات قربت وبسهر طول الليل عشان اذاكر. يخلى سبيل المتهم بضمان محل اقامته. شكرا يا باشا. تعالى تعالى هنا. نعم فين امضي فين؟ هنا. معلش يا باشا، اصلا اول مره واخر مره ان شاء الله. لطيف بقى الشيخ جاسم ولا مش لطيف؟ طبعا بالطريقه دي يبقى لطيف جدا. حبيبي انا عاوزه اسالك على حاجه. انت هتديني كام في الموضوع ده؟ يا حبيبتي فلوسي كلها ليكي وانا فوق البيعه. انت كده كده معايا يا حبيبي، بس انا بسالك عن الفلوس. عايزه كام يا حبيبتي؟ ها؟ انا عاوزه الربع. انا عاوزه الربع. الربع وماله؟ وماله يا حبيبتي؟ نقبض بس وبعد كده نتكلم. ماشي. الو. ايوه سعيد. بقول لك ايه، المركب ما تتحركش خالص لغايه ما شركه التامين تخلص كل شغلها، وبعد كده المركب التانيه يتحرك بعدها بساعه. يلا اوكي. بقول لك ايه، انا عايزك تشوف شغلك كويس ها، عشان هنتعامل مع بعض كتير بعد كده. يلا حبيبي بالتوفيق. الف سلام عليك يا امي، تؤمننا بالسلامه ان شاء الله. تعيش يا سكا يا ابني. تعبتي نفسك وجيتوا ليه بس يا هاجر يا بنتي؟ ابله هاجر ربنا يخلي لنا ابله هاجر، خلصت لك الجواب على نفقه الدوله، وانا الصبح ان شاء الله خلصت لك قيمه الوزير. طب ما بدل ما انتوا تعبين نفسكم كده وعاملين ان انتوا جبتوا التايهه، كنتوا كلمتوا المستشفى كانت صرفت لها معاش ولا شافت لها شغلانه وهي قاعده، بدل ما هي مزروعه كده وعماله تقول عايزه ادفع وما بتدخلش قرش. ما تقلقيش يا حاجه انتصار، انا اعرف دكتور في الوزاره وهخليه ان شاء الله يخلص لك الورق بسرعه وتقومي بالف سلامه ان شاء الله. ما تبطلي نواح بقى يا وليه، بوصلي دماغي المتكلفه، كانت الداهيه وانت بوس فقر. بقول لك يا جدع، هو البعيد ما بيحسش ولا ايه؟ ايه ده؟ انت جايبالي معارف الدول عشان يمدوا ايدهم عليا يا بوز الفقر. خلاص بقى يا سوكا، معلش يا حاجه انتصار، هنبقى نجيلك بعدين، وان شاء الله لما سوكا يخلص التقرير هبقى اجي اقول لك على مواعيد الغسيل. يلا يا سوكا. ابقى اقتلها طفح معاكي تطفحوا. اوعى يا بنت. خلاص يا سوكا. انت لولا قد جدي كنت بوظت لك ودانك يا جدع. عشان خاطري يلا بينا يلا. والله لولا قعده الحشيش لا احترامها لكنت قمت لك. طب ادي الحشيش اهو يا عم. خلاص يا سوكا يلا بينا بقى. الحشيش يا ابن السيله، الحشيش. طب انت ايه اللي خلاكي تقولي لي على كل اللي حصل بينك وبين ياسر؟ عشان خايفة منه قوي يا نيبر، ومحتاجة حد قوي يحميني. أنا حاسة إنك قوي وهتقدر تعمل ده. الظاهر انه عمل مجهود خرافي عشان يجيب المعلومة دي. انت قلتي لي انك ما قلتيش لحد. أنا تقريبا حكيت لواحدة صاحبتي زمان ساعة ما حصل الموضوع ده، بس معرفش حاجة عنها، يمكن بقالي سنتين أصلا ما شفتهاش. بصي يا سارة، أنا عايزك تثقي فيا. أنا هقولك تعملي إيه وتتصرفي معاه إزاي بالظبط.
علشان ما اشكش انك قلتي لي اي حاجه. حاضر يا نادر، بس بليز انا مش عايزه اي حد يعرف الموضوع ده. انا من ساعتها بحاول انساه باي طريقه ومش عارف، وهو جيب كل برود راح فاتح لي الجرح كله. متخافيش. امسك يا سكر، الورقه دي تروح بيها الوزاره وتسال على دكتور ايمن عبد الله وتشوف هو هيقول لك ايه. انا مش عارف يا الله، ازعل على الست الغلبانه اللي فوق ديت، والله افرح اني شفتك. ملوش لازمه بقى الكلام ده يا سوكا، وعلى فكره لولا الموضوع ده انا ما كنتش كسرت كلام اخويا ابدا. بس هي الست دي طيبه وما تستاهلش بصراحه اللي جوزها بيعمله فيها. انا كل يوم يا ابله بكتشف انت اجمل واجمل واجمل، وانا الحمد لله عشان ربنا اكرمني قابلتك في المستشفى. انا لو لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي ضفرك. طب استنى انت بقى عشان انا همشي. تمشي تروح فين؟ طريقي هو طريقك يا ابله، بدل ما حد يضايقك يعني. يضايقني؟ انا اللي يضايقني تبقى امه داعي عليه. بعدين استنى شويه بعد كده امشي واتقل كده عشان تاخد الاتوبيس اللي بعدي، ولو لقيتك راكب الاتوبيس اللي انا راكباه هنزل منه. انا بقول لك الادب لناسه، حكم القوي على المطربين. يا جولي، ايه الوش اللي انت عاملاه ده؟ والله واشتغلت فيكي اغاني انجليزي يا بطن البقره. يا بنت بلاش دوشه، انا مش عارفه اسمع الغنوه منك. اسمعي، ما انت خلاص عيارك فلت انت كمان. شويه شويه الاقي الست هانم مدخلاكي عليا ببدله رقص وصجاه. يا سلام. خير، عايزه ايه يا كوريا؟ عاوزه منك يا حسن، انا جايه هنا زبونه اتفرج واشتري بفلوس. هو انا مش بنت وداخله على جواز ويلزمني جهاز؟ ولا تكونيش مفكراني يعني هقضي شهر العسل بهدوم الشغل؟ زبونه؟ ايوه زبونه. ايه ما اشبهش ولا ما اشبهش؟ المحل قدامك اهو، نقي اللي يعجبك بس ما تبهدليش حاجه، واللي تبهدليه ترجعي تطبقيه. اسمعي بقى اما اقول لك، اوعي تبيعي لها حاجه البت دي، اطرديها بره. والنبي اتبطنتي يا خالتي، ده المحل فيه حاجات حلوه شكلها تعجب الواد ابراهيم. بقول لك يا بنت، ما تجيبي لي الاحمر اللي على الملكان بره ده. شوف ملكان. الحقي ردي اوام. الو، مساء النور. الحمد لله كويسه يا حضره الضابط. بتعملي حاجه بكره؟ بكره اشمعنى؟ اي حاجه يعني. لا بس ورايا المحل. كنت عايز اعزمك بكره على الغدا. تعزمني على الغدا؟ مالك بيها يا بنت انت؟ بترزلي عليها ليه؟ الله. لا مش هينفع، اصل انا هنا لوحدي في المحل ومش هينفع اسيبه لوحده. قصدي يعني مش هينفع اسيبه وامشي. خليها لوقت تاني. مفيش وقت تاني، هو بكره. انا خلاص حجزت المكان والغدا. وبعدين بقول لك ايه، لو قلت لا هبعت لك 2 امنا يقفوا على باب المحل، ما يدخلوش حد لغايه ما توافقي. يعني اعتبر ده امر يا حضره الضابط؟ ستي ولا بامرك ولا حاجه. قلت ايه بقى؟ خلاص بكره اقول لك. اتفقنا. باي باي. اطلعي يا اختي هاتي لي اللي على الملكان بره ده، انت ليلتك حمرا. صباح الفل، يا صباح القشطه، يا صباح الجمال. وحشتيني يا بنتي يا نوال، والله وحشتني حاجاتك الحلوه يا بنتي يا كوز العسل. دول شويه مهلبيه، انما ايه هتاكلي صوابعك وراه. قولي، عاوزه تنمي على مين يا بنت؟ قولي. ابدا والله يا خالتي، دايما كده فهماني غلط. ما تبقيش نوال بنت ام نوال. قولي قولي قولي، ما تتكسفيش. قولي. ابدا والله، انت صعبتي عليا فقلت اقول لك ان سلومه خد فلوس بتاعه البيت بتاعه التنكيس اللي انتوا دفعتوها، وراح اشترى حته ارض في الحاره اللي ورانا. قال ايه؟ عايز يبني عماره 11 دور باسانسير ومدخل رخام. يا مصيبتي، بفلوسنا يا سلومه؟ يا خرابي، ده انا الجمعيه لسه نحله وبر يا ولاد. ما هو انت صعبتي عليا فقلت اقول لك تلحقي قبل ما يبني. تعالي هنا يا بنتي قولي لي، هو هيبني عماره 11 دور بسانسير ومدخل رخام بفلوسنا احنا؟ بالفلوس دي ازاي يعني؟ ليه، كرتون ولا كرتون؟ هو في حد دلوقتي بيبني بفلوسه؟ هو حاطط يافطه بصوره العماره على الارض، واللي بيجي بيدفع واهو من دقنه وفتله. بيتك يا راجل يا ضلالي. امان عليكي يا ام سوكه، انا ما قلتلكيش حاجه يا اختي. انا مش ناقصه مشاكل معاه. مشاكل؟ هو لسه سلومه شاف مشاكل؟ ده انا هخرب بيته هو واللي يتشدد له. اللي معايا هيبقى معايا، اللي عليا هيبقى ورايا، اللي معايا هيبقى معايا، اللي عليا هيبقى ورايا، محدش يعرف يكسرني طول ما ربنا بقى ويايا. على راسي اللي يبقى عليا، اللي عليا الايام جايه،
مش هنسى اللي وقف يوم جنبي ولا هنسى اللي استنطر بيه. اوعى انا قلبي قادر بقى اي حد انا علي زي الجبال. اوعى اطرح يمين الله. هيما فين يا سوكا؟ شمال شمال. هيما فين يا سوكا؟ ايه يا اسطى ايه؟ ثم انت ايه اللي موقفك على عربيه الكبده؟ انا شايفاك واقف عليها من امبارح، قلت تلاقيه راح هنا ولا هناك وموقفك على ما يجي. ما انت عارفه ان كبداكي ما بحبش يقف على العربيه عشان اهو جه اهو. انت فين يا هيما من امبارح وسايبني؟ لا اعرف عنك حاجه ولا معبرني ولا حتى طمنتني بالتليفون، عملت ايه في النيابه؟ لا مش من قدامك اهو. ما عملوش حاجه، ما حدثونيش، قلت لهم ماليش فيه، قالوا لي اخلاء سبيل. طب الحمد لله. تعالى بقى شوف النصيبه اللي انا فيها. سيبتها على الصبح. سلومه الكلب اخد الفلوس اللي اديناها له وتكيس البيت وراح يبني بيها عماره جديده. هلا وانت مش عرفك يا كوري؟ انت كنت عديتي فلوس وعارفه دي فلوس ايه ودي فلوس ايه؟ يا هيما خلص البيت ما بقاش مستحمل، هيقع على دماغتنا. تعالى معايا انت وسوكا نوقف له، انا مش هقف له لوحدي. طب استني بس افوق وافطر واجي معاكي. يا دي نسيب عليا ياما. طب اعمل ايه يعني؟ اروح استاجر لي راجل من على القهوه يتصدر لي؟ ده ماليش راجل يتصدر لي. بقول لك ايه يا ابراهيم، انا خلاص قربت احط ايدي في الشقه منك. قولي قدامي، قولي قدامي، يلا. يا اهلا وسهلا. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ خش يا نونه واعمل لهم كوبايتين شاي. استنى نوال، احنا رجوف يا اخويا ولا جايين نتضايف؟ وديت فلوس تنكيس البيت فين يا جزار البهاي؟ ايوه يا اخوي، ما تضحكش علينا بكوبايه شاي ولا ازازه ازوزه. فين فلوسنا يا راجل؟ فلوسنا اللي قاطعينها من لحم الحي. فلوسكم؟ فلوسكم في الحفظ والصون. فلوسكم معايا ولا كأنها في البنك المركزي عدم المؤاخذة. بطل تلف وتدور علينا، احنا عارفين ان انت خدت فلوس تنكيس وبنيت عماره جديده. ابني عمارات براحتي يا عم سوك. ايه انت هتبصلي في رزقي؟ رزقك يا راجل يا حرامي. وديت الفلوس فين اللي فتحتني عليها وخلتني استلف من اللي يسوى واللي ما يسواش؟ وفين التنكيس يا عم الفييس؟ ما تتكلم يا ابراهيم. بقول لك يا سلوم، انا ساكت من الصبح وسايبك تبرطف، بس من الاخر كده يا حبيبي الفلوس دي انت واخدها على ايد الحكومه وماضي على كده. هتقعد بقى تستلوح وتلوح بالفلوس يمين وشمال، الحكومه هي اللي هتزعلك. ايوه الحكايه كده، كل واحد يعرف واحده تعرف ظابط وماشيه معاه يفتروا على الخل. يا راجل خلي استني انت يا كوريا. لا يا حبيبي، واحنا كمان هنزعلك، واحنا زعلنا وحش. انت مش مجرب ولا ايه؟ ايوه بصراحة يا متر، هو ورا القضية كله كان عند محامي تاني. هي كانت عند الدكتور نادر عالم الدين، بس هو عنده الظروف فاحنا قلنا نلجأ لمحامي تاني. انا محترم ومقدر صراحتكم، بس دي قضيه صعبه، انا محتاج شويه وقت عشان ادرسها وارد عليكم هقبلها ولا لا. بس يعني كده حضرتك هتأخرنا. انتوا عارفين ده موسم قضايا الكبار اللي في البلد، واحنا كلنا 5 محامين اللي القضايا اللي من النوع ده بتروح لهم، فالدنيا زحمه شويه. طب يعني ممكن حضرتك تحدد لنا ميعاد؟ لو كنت هقبلها ممكن اتاخر شويه، ولو مش هقدر هتلاقوني برد عليكم بسرعه، وخصوصا انكم اتاخرتوا على ما جيتولي، والحكم ضد المتهمه هيصدر قريب. احنا متشكرين قوي يا استاذ، عن اذنك. خلاص يا عم وهدان، اخوك طاعون خارج كبداجي تحت جناحه وبعونه هم الجوز. جاك طاعون ياض يا نسر، ياض ده انتوا ولادي اللي ما لمستش امهم، هي بس المصلحه رشقت علينا، جت كده نقول لها لا. بس رشقت على الضيق، دب ايدك ووسعها شويه، ده احنا عشره الايام والليالي السوداء سوا. طب بس انت اعطيني بعد الوقت وانا اوسعها عشان انت والنسر ما تزعلوش. انت ياض قاعد بتنبر لي زي ما كنت اشتغلت في كارفور. ياض عشت الليل مع الاشكال الوسخه دي ما تلزش، وفلوسها شاربه سبيرتو لما عميانه بتطير زي النسر يا نسر. ايه المدام؟ يا ريت عملي لسه. ايوه يا نوال. ايه يا واد الدخلة الناشفة دي؟ وحشتني، ملياش حق توحشني يعني، ده احنا كنا ولا المتجوزين. هاتي من الاخر وارمي اللي في بطنك يا نوال، عاوزه ايه؟ عاوز منك ايه يا هيم؟ ولا عوزت منك ايه يعني قبل كده؟ وحشتني، عاوز اشوفك. وانت ما وحشتنيش، ولو في خراب في دنيتي هيبقى من تحت راسك انت. جرى ايه يا هيمة؟ هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت؟ سلام يا نوال، انا مش فاضيلك. سلام. ومش فاضيلي ليه؟ وراك ايه يعني اهم مني؟ قلت لي عاوزه اقابلك وانا قلت لا، هنحكي في ايه تاني؟ وانا احكي معاك ليه؟ انا اقوم افتح باب الشقه واخبط على كوريا واحكي معاها واقول لها انك كدبت عليها في حكايه الفرح والهدوم اللي انت مستلفها، وانك كل ليله بتطلع تتسحب وما بتجيش غير وش الصبح وشمس ربنا منوره.
يعني ايه يا نوال؟ يعني تتعادل معايا وانت بتكلمني. انا هشوف كده سلومه دنيته ايه وهكلمك وانزل اقابلك. امين؟ امين. ايوه كده. يا نهار اسود، كل دي مسجات وانا في الموبايل. ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب، انت مجنون. دينا 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 دينا. سارة كده كتير قوي، يلا بقى. سارة بتعملي ايه يا سارة؟ سارة سارة بتعملي ايه؟ افتحي يا سارة. سارة هو انت ما فتحتش ليه؟ افتحي له، انا عارف مين. وين مروان؟ مروان وينه؟ ايه في ايه يا شيخ جاسم؟ مروان وينه؟ اهو. اهلا وسهلا يا مروان. اسمع، انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفته بحياتي، وانت منحاش من مصر لان عندك قضيه نصب. اسمع، ترجع ال2 مليون يورو مالوتي ولا خليك جده هامده هني. اهدى بس يا شيخ جاسم. وخي انت الثانيه. اهدى بس يا شيخ جاسم، اهدى حرام عليك. كفايه من ساعه ما عرفت موضوع السفينه وغرقها ده وانا بتقطع من جوه. اسمع، انت فاكرني انا اهبل ولا برياله؟ اي مركب اللي غرق واي سكر اللي داب، مثل ما قلت لك تدفع لي فلوسي ال2 مليون يورو ولا افرغ المسدس هذا براسك. اهدى بس، اهدى وتعالى اقعد. اهدى. وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان مبلغ تافه زي ده، وانا ان كان عليا انا عايزك تضربني بالنار وتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا ده. بس اعمل ايه؟ المكان كله مليان كاميرات، يعني اي حاجه انت هتعملها هتوصل للامن على طول. اهدى بس، اهدى وتعالى اقعد. تعالى اقعد. ما تفهمنيش انت بتسوي يا علمني. تعالى اقعد وانا هعلمك. تعالى اقعد يا نجوان. اتفضل يا شيخ جاسم. اعمل لنا كاسين بسرعه، خلي الشيخ جاسم يروق. تعالى بس، تعالى. انا عينيا للشيخ جاسم طبعا، بس مش عارفه ليه هو النهارده عصبي كده شويه. هو شكله قلبه ضعيف ومش قد التجاره. بس يا نجوان، لا 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 لا، ما تقوليش كده. مش معنى ان الشيخ جاسم خسر صفقه يبقى قلبه ضعيف. ما هو برضه كسبنا واحنا معرفتنا ملايين. انا عندي افكار لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص. طيب ما تفهمني، فهمني يا فلتة زمانك. مقبوله منك يا شيخ جاسم. عارف، تجاره الافكار دي انجح تجاره على مستوى العالم. ليه؟ لانها لا هتحمض ولا هتفسد ولا هتعطل ولا اي حاجه خالص. وبعدين فهمني، مو فاهم شيء انا. هفهمك، بس شيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن وقول انا لله وانا اليه راجعون، واللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. امين نور الدنيا كلها يا شيخ. كاسك. شكرا. اتفضل. شكرا. خد يا حبيبتي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يلا يلا، شط واحد شط واحد. ها بالهنا. الله يهنيك، تسلم ايدك. منور منور يا شيخ جاسم. يلا يا نجوان، كاس تاني بسرعه. شكرا. انا عارف انك مستغربه المكان هنا شويه، يعني اكيد عشت بره مصر ومش واخد على الاماكن هنا، بس صدقيني المكان هنا لطيف قوي. انا باجي كتير انا واحد صاحبي. لا المكان فعلا لطيف، حلو قوي. بقول لك ايه، انا مش عايزك تتوتري من وجودي، يعني اعتبريني يا ستي مش موجود خالص. اقوم اقعد على ترابيزه تانية ولا ايه؟ لا ازاي؟ لا مفيش حاجه خلاص. يخرب بيتك، يا ريتني جبت سيره مليون جنيه، ده انا لسه ما خلصتش الجمله. حبيبي انا قلت اطمن عليك، عامل ايه مع المزه البلدي بتاعتك؟ تحترم نفسك بقى، وبعدين مش وقتك، اقفل يلا دلوقتي. مش وقت ايه، انا بتاع كل الاوقات. انا جنبك اساسا وداخل عليك، اطلب لي اكل معاك. ما تستعبطش، مفيش الكلام ده. وحياة امي جاي لك. سلام. معلش يا ستي، واحد صاحبي مجنون شويه. المهم، انت عامله ايه؟ كويسه قوي كويسه. طب قولي لي بقى، تحبي اكلمك انا عن نفسي ولا تكلميني انت عن نفسك؟ لا ابتدي انت الاول. لا سامعك. انا اسمي علاء عبد الحميد،
وبشتغل ضابط مباحث. لو سالتيني ايه اكتر مهنه بتكرهها في الدنيا هقول لك هي شغلانه المباحث. ازاي يعني؟ والدي كان لواء شرطه متقاعد، كان مرشح يبقى وزير داخليه، وكان وقته كله للشغل. وطبعا بقى بقيه السيناريو انت عارفاه، اجبرني ان انا ادخل كليه الشرطه، ولما لقيت نفسي دخلتها قلت خلاص ما بديهاش، نشتغل بقى ما دام دخلنا. لو عايزه تردي ردي. لا مش مشكله، اتفضل كمل بسمعك. بس يا ستي، وانا ما اعرفش ابقى في حاجه وما ابقاش شاطر فيها. انا اصلا داخل شرطه ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي انا قلت لك؟ لا مش هضحك واضحك ليه؟ فنان تشكيلي. مش قلت لك هتضحكي؟ لا مش قصدي، معلش، بس يعني مش لايقه خالص على شغلانتك. ده انا عندي كمان المرسم بتاعي وخدت جوائز كتير قبل كده، بس طبعا الجماعه التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاهه. طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط، ده ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكله ان حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقه. في ايه مالك بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا، مستغرب طريقه تفكيرك، اصل ده كلامي بالظبط. لو عايزه تردي ردي. لا مش مشكله، اتفضل كمل بسمعك. بس يا ستي، وانا ما اعرفش ابقى في حاجه وما ابقاش شاطر فيها. انا اصلا داخل شرطه ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي انا قلت لك؟ لا مش هضحك واضحك ليه؟ فنان تشكيلي. مش قلت لك هتضحكي؟ لا مش قصدي، معلش، بس يعني مش لايقه خالص على شغلانتك. ده انا عندي كمان المرسم بتاعي وخدت جوائز كتير قبل كده، بس طبعا الجماعه التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاهه. طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط، ده ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكله ان حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقه. في ايه مالك بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا، مستغرب طريقه تفكيرك، اصل ده كلامي بالظبط. معلش عن اذنك انا مضطره امشي. طب استني هوصلك. لا خليك انت، انا هاخد تاكسي ما تتعبش نفسك. لا تاكسي ايه، ما انا بقول لك هوصلك. اطمن انا همشي لوحدي عن اذنك. لولو اوكي براحتك. لا واقف جامده، شكلها هتلففك حوالين نفسك. جرعة كوكايين زيادة، بس الحمد لله ربنا سترها. أنا ما رضيتش أبلغ الشرطة، بس حاولوا تعالجوها. أكيد يا دكتور، مش هنسيبها كده. أنا عارف حضرتك، أنت تقريبا المحامي نادر علم الدين، صح؟ صح. أنا دايما بتابع برامج حضرتك في التلفزيون. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. حضرتك طبعا عارف خطورة حالة الأنسة، أيا كانت علاقتك بيها ما ينفعش تسيبها كده. أوعدك هنتصرف يا دكتور. مالك يا كوريا؟ مش مظبوطة ليه؟ انت ما بقتش عايزني يا ابراهيم؟ ما بقتش عايزك ازاي؟ والله ما اعرفش. شوف انت ايه، خلاص اللعبه البلاستيك اللي كنت شبطان فيها وعايز تمسكها بايدك ادمت وبقيت عايز لعبه جديده. زهقت ايه ولعبة ايه؟ انا كبرت على الهبل ده يا اسطى كوريا. انت كبرت عليا انا يا كبداكي، نفسيتك عليت وبقيت باصص لفوق، بقيت عايز لعبه اغلى واكبر من اللي في ايدك، بقيت مسترخصني راكني على الرف تقول اهي مرميه، وقت ما عاوز ارجع لها تاني هتروح فين يعني؟ انت مالك يا كوريا قلبها الشهد والدموع كده ليه؟ هو مين اللي لعبه في ايد مين؟ ده انت ولا اللي ربطاني بحبل وماسكه اخره في ايدك يا كوريا، لا عارف اروح يمين ولا شمال، ايه اللي مضايق؟ هي دي الفايده بقى. تمام، زهقت مني يعني. ماشي، سبحان الله، مع ان زمان الحبل اللي بتتكلم عليه ده كنت بتتعايق بيه قدام العيال في الحاره، عيل جديد ولسه جاي الحاره من بلدهم، وخطبت كوريا اللي محدش استجرى يرفع عينه فيها وبالله صباح الفل. بقول لك ايه يا كوريا، انا مش فايق للخناق ده، واحنا خارجين عشان نتخانق، بعد كده لما تعودي نخرج عشان نتخانق قولي لي يا هيمه تعالى نخرج نتخانق. ماشي حاضر يا هيمه. عموما انا خلاص دفعت الفلوس بتاعت سلومه اللي كانت معطلانه عن الجواز، وانت عارفني لا عايزه شبكه ولا مهر ولا فرح ولا حاجه تكلف نص جنيه فضه. انا عايزه اتجوز الشهر الجاي يا هيمه. امين؟ نتجوز يا كبداكي؟ نتجوز يا كوريا، وانا اديك الساعه، بس مش على طول كده، ده موضوع طويل عريض ومحتاج ترتيبات وقصص ومواويل. لا ليه؟ لا ترتيبات ولا حوارات، انا يا سيدي راضيه. ها ولا لا؟ مالك يا كوريا؟ ايه القفش ده؟ انت عامله كده ليه؟ بقول لك ايه يا هيمه، لو مش هتنجز في حوار الجواز ده يبقى انا من طريق وانت من طريق، تمام؟ مات الكلام. هي حلوه وهاديه
وبتتكلم زي اي واحده مثقفه. بصراحه ما فيهاش عيب غير موضوع العبايه ده، ودي سهله ممكن تقلعها وتبقى تلبس اي حاجه تانية. بس هو اسم جمالات ده بصراحه مش راكب عليها. يا عم لو على اسم غير ولا، المشكله مش في الاسم، المشكله في المنطقه. احنا ما ينفعش علاء بيه ابن عبد الحميد باشا اللي كان بيهز الداخليه يصوم ويفطر على بطن البقره. ما تبقاش قوي كده برضه يا لولو. يا عم يعني احنا خدنا ايه من البنات الكلاس يعني؟ خدناش منهم غير وجع القلب والقرف. خلينا نجرب البنات ولاد البلد كده، يمكن نرتاح معاهم. سيبك مني انا، انت عملت ايه في موضوعك؟ ظبطت الكلام مع المحامي ده ولا ايه؟ شغال. اسماعيل بيه بقى عرفني، كل شويه هسحب القضيه منك هسحب القضيه منك. ما يسحبها يا عم يورينا هو الخبره ويقبض عليهم هو. بس انا برضه عامل اللي عليا وشغال. قفشت بنت مدمنه على علاقه بالواد المحامي، زقتها عليه، وهي دي اللي هتجيب من الاخر. ده انتوا شغلكوا شغل رخيص. يا عم قلت لك خدني معاك في الانتخه اللي انتوا فيها دي، بقى بالذمه كل ده في قضيه واحده؟ طب تعالى معانا الاسم كده، هتلاقي لك هناك مثلا 3 قضايا قتل على 10 نصب على 15 سرقه، مش بعيد كمان 34 مخدرات. لا يا عم انا كده تمام، ربنا يبارك لك في اللي عندك. لا صحيح يا حبيبي، هي حكايه تجاره الافكار دي اللي شرحتها لجاسم حقيقيه؟ مفيش حاجه اسمها كده. طب والله العظيم انا صدقت وعجبتني. يا حبيبتي ما انت لازم تصدقي، عشان انت لو ما صدقتيش هو مش هيصدق. بس هو الراجل ده ايه؟ ده لسه ال 2 مليون يورو اللي خسرهم معاك ما بيردوش، وعرف ان انت مطلوب في مصر، ولسه بيتفق معاك تاني لو رجع لليونان هتشتغلوا مع بعض. يا حبيبتي هو مش راجل عبيط، هو انسان عادي. انا اللي انسان مش عادي، عشان كده انا لازم اكسب وهو لازم يخسر. بس انا لسه برضو ما فهمتش انت عملت ايه بالظبط. انا هفهمك عشان اكسب فيكي ثواب. طيب قول. انا اشتريت شحنه سكر ب 3 مليون يورو، قمت رايح بايعها للشيخ قاسم ب 2 مليون يورو بالشحن والنقل. هو طبعا افتكر انه ضربني على قفايا، وقمت رايح لشركه تامين مأمن على الشحنه بنفس ثمنها الحقيقي 3 مليون يورو. قامت المركب محمله وماشيه في الميه لغايه ما وصلت للمياه الدوليه. قامت جايه مركب تانية تبعنا، شلنا السكر من هنا حطيناه هنا، وقمنا مرجعينه لاصحابه، واخدين منهم كام؟ 2.5 مليون يورو بدل 3، وقلنا ان السكر غرق. طب وبعدين؟ ما هو المركب اللي شالت السكر ما غرقتش ولسه موجوده. ما احنا قبجنا الراجل صاحب المركب ده ب5 مليون يورو، فقال ايه بقى؟ قال ان المركب كانت معرضه للغرق، فاضطر يرمي السكر في الميه عشان المركب ما تغرقش. يا ابني ايه؟ وخدي عندك بقى، قلنا ماسكين علب السكر الفاضيه ورميناها في الميه، وقلنا اللي مش هيصدق يشرب من البحر هيلاقيها مسكره. يا لهوي عليك يا مروان، يعني انت اخدت 2 مليون يورو من عند جاسم ومن التأمين 3 مليون يورو ودفعت بس نص مليون لصاحب السكر ونص مليون لصاحب المركب. يعني انت طلعت من الموضوع ده كله ب4 مليون يورو مقفولين بالاستك. الحمد لله ان انا معاك ومش ضدك، ولا كنت ضحكت عليا. بس انت حبيبي وجايب لي خاتم ب1 مليون يورو ملوش مثيل في العالم ده كله. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك يا حبيبتي. انت مش تستاهلي خاتم بس، انت تستاهلي المظات الدنيا بحالها. انت ورق العنب يا ولا. انت يا نسبة نوال قومي فزي. في ايه يا راجل انت؟ ما تصطبح على الصبح، انت مفتح عينك تتشاكل؟ هو انا نمت ولا عرفت انام؟ انا طول الليل قاعد اقلبها بدماغي. الست اللي تنام في فرشة جوزها وتقلب عليه الاغراب وتبكي السر ما بينهم، ما تبقاش مراته وما تستاهلش العيش معاه. يا دي النهار الازرق من اوله. مالك يا سلومه؟ سر ايه واغراب ايه؟ انت اتهبلت يا راجل انت؟ انا اتهبلت زمان لما اتجوزت وطنشت على كل اللي بتعمليه. اقول معلش وليه غلبانه ربنا حارمها من الخلفه، ما يبقاش انت والزمن عليها. لكن لما توصل بيك الحال انك تلف على العماره كلها وتقولي للسكان ان المعلم سلومه صرف فلوسكم كده، تبقى انت مره ناقصه. وعلى راي المثل بناقص الناقص. انا مالي؟ انا ما قلتش حاجه. لا قلتي، انت عارفه كل حاجه. ايوه قلت. هو انت لسه شفت حاجه؟ دي نغزه صغيره كده بس، ولو ما كتبتليش البيت ولا حتى نصه انا هوريك ايام اسود من نيتك السودا. ايام ايه وليالي ايه؟ ما انت خلاص مالكيش عيش معايا.
الراجل يا ولية يستحمل الولية النكدية، الولية الكدابة، الولية اللي ايديها مخرومة، لكن الولية لا مؤاخذة الخاينة ما يستحملهاش. ده انا يا اخويا اللي مستحملك على عيبك وانت عارفه كويس، يعني تحمد وتشكر مش تقولي تستحمل وما تستحملش. على العموم انا هعمل باصل معاكي، انا مش هكرشك كده قدام الناس ولا ما يسواش، لا سكات كده لم حاجتك يا بنت الناس، اجي بالليل ما الاقيش، وكل اللي ليك عندي بشرع ربنا هديهولك على داير المليل. يا اخويا روح اتنيل، هو انت فيك غير لسان؟ جاتك الهم والفقر والغم، جاتك 60 نصيبه. يا ولا لحس الشندوتش يا ولا، بتغرقوا ليه؟ هو انت اللي هتاكله؟ ياما المكسب حلو اهو، ليه بس الافتراء؟ الافتراء اللي انت بتعمله ده هو الله، الشندوتش الكبده فيه مبظبظه هتفط منه، حرام عليك. اعمل لي شندوتشين عشان انا جعانه كده اهوت وطلع على لحم بطني يعني. صباح الفل يا سوق. صباح العسل يا احلى كوريا، من ورانا ست الكل. شكلك غزلتك رايق. والله شارده وعمال ادور عليها. خيبة على الرجاله. مالك يا بنتي يا كوريا؟ وشك اصفر كده ليه وعامل زي اسهال العيال؟ البت راضي عليك ولا ايه؟ ولا راضي ولا حاجه يا كوريا، عماله تمرجحني، شويه تطلعني فوق وشويه تنزلني لسابع ارض، بس الحمد لله لسه متعلق وما وقعتش. قلتم على وشي. بقول لك ايه يا سوق، البت هاجر دي بنت نظيفه وشبهك، امسك فيها بايديك واسنانك. نثبت فيها لغايه ما دراعي اتخدلت واسناني قربت تقع. يا سلام، انا همشي عشان انا بطني اتنفخت. هاتي ولد السندوتشات يا ولد. خدي يلا، الحساب فين؟ حساب ايه يا اخويا؟ الحساب يوم الحساب. هاتي يا ولد. اتفضلي. اعمل لي يا ابني شندوتشين، انا ما اكلتش من امبارح على لحم بطني. عينيا عينيا احلى كوريا. مالك يا اسطى في ايه؟ هو الواد ايه مخبي اليومين دول يا سوق؟ ولا مخبي ولا حاجه، هو بس ما بيجيش على العربيه عشان انت عارفه يعني بقى يتخنق يعني. النبي انت غلبان يا سوق، بيبان عليك ما بتعرفش تكذب. في ايه بس يا اسطى؟ ايه ملايف على واحده جديده يا سوكا؟ اقول لك حاجه؟ طب والنعمه دي وحياه ربك انا مش عارف. ماشي صادق يا سوق، بس برضك انت مخبي عليا حاجه، وانا مش هدوس عليك عشان عارفه انك مش هتعض في صاحبي. سلام. كوريا والسندوتشات. انت بقيتي شطوره قوي يا سندوستي، وانا بفكر من الشهر اللي جاي اعمل لك مرتب عشان انت بتتعبي معايا قوي. يا ريت يا اختي يا ريت، خليه مرتب كبير زي بتاع الحكومه. حاضر. تعرفي بقى انا خلي لك المطرح ده يرقص رقص كده. طب بصي يا حبيبتي، انا هشغل لك فيلم دلوقتي على الايباد، هدوس لك بس بلاي وتقعدي تتفرجي هيرد عليه. عليا يرد. عشان ادوس هنا كده هنا اهو. في ايه؟ مالك عامله كده ليه؟ هو انتي لو مقلقه في حاجه ناحيه خطيبك ولا جوزك بس مش عارفه تمسكيها في ايدك تعملي ايه؟ مقلقه؟ يعني ايه؟ الواد هيما ده انا عجناه وخبزاه وقرياه اكتر من امه اللي خلفته وماتت، والواد في وراه حوار كبير اليومين دول، شكله عايز يبيعني، عايز يفلفص ويخلع. يخلع؟ ما يخلع في 60 داهيه، هو ده يتزعل عليه؟ انا مش فاهمه انت طايقاه ازاي اصلا. يو ما تحترمي نفسك يا بنت وتكلمي عادل، ده مهما كان برضك خطيبي وبيبقى في يوم من الايام جوزي وابو عيال. وفرحانه قوي خطيبي وجوزي وابو عيالي، هو ده منظره منظر جوز وابو عيال؟ ده فالجر بس. بقول لك ايه، ما تخليش الفار يلعب في عيب اكتر ما هو لاعب. سيبك يا اختي من الخرط اللي بتقوليه ده وركزي معايا. مش انت يا اختي المتنوره المتعلمه بتاعه المدارس والجامعات؟ قولي لي بيقولوا ايه في الكتب الكبيره لما البت من دول خطيبها يبقى هيشرد منها؟ بتعمل ايه؟ بترجعه ازاي؟ اللي زي ابراهيم الكتب تعلمك ازاي تهربي منه مش ازاي ترجعيه. تصدقي بالله انا غلطانه اني استعنتك واستعبرتك وجيت لك لغايه عندك عشان اسالك وادخلك في خصوصياتي. صحيح ما انا بسال مين؟ كان الحلو نفع نفسه. اوعي. ايه انت ما نمتش ولا ايه؟ مطبق من امبارح. ايه اللي لاحس عقلك يا كبده؟ ولا لاحس ولا نيله، المهم الواحد ما ينامش في الشغل. طب انا جنبك هنا هنهي حوار مع بنت الكئيبه دي واجيلك. قشطه. امن المنطقه. مش شغلتي بس عينيا. نعم يا نوال. ايه هو انا معرفش اشوفك غير لما اقول لك اني هقول للبرنسيسه على شغل الليل واخره؟ وايه تاني؟ كبي كده يا حبيبتي كل اللي في بطني. الله، انت بتكلمني كده ليه يا كبداكي؟
ان كنت نسيت اللي جرى هات الدفاتر تنقرا. انا مش واحده لا مؤاخذه تاخد منها غرضك وتقلبها في قرشيناتها وصيغاتها وتديها اثاك. لا يا حبيبي، انا مشيت معاك تاتا عشان حبيتك، لكن انا واحده بتسيناس ومحترمه. لا وبصراحه مفيش انضف من كده. وايه كمان؟ تكونش فاكر لما تديني الوش المغبر ده هتخلص مني، تبقى عبيط. انا مش سنترال يا اخويا تخش تعمل مكالمه وتمشي. لا سنترال يا نوال، ومدتك معايا خلصت. والطيب احسن من الوحش، وزي يا حبيبتي ما انا وانت دخلنا بالسرسبه هنخرج بالسرسبه، لا من شاف ولا من دير يا نوال. لا يا حبيبي، ده انا عامله زي الشوكه اللي ما تطلعش غير بالدم. انا بقى هقول لكوريا وافطمها على الليله كلها. انت غلبانه يا نوال، اوعى تكوني فاكره نفسك قرح. انت يا بت ما تجيش ضافر في كبداكي. اوعى تكوني فاكره ان انا خايف منك ونازل اقابلك عشان موضوع هقول لكوريا والهبل ده. لا فوقي، ده انا راجل، ولو هتقولي لكوريا على اللي حصل هقلعها من رجلي اليمين زي ما قلعتك من الشمال واعيش برنس. بس انت بقى هتعملي ايه يا ماما لما اقول لجوزك على علامات اللي في جسمه وعدله الحسنات حسنه حسنه، واوصف له اوضه نومه والمله المكسوره وغيره وغيره؟ يا نوال ما تلعبيش مع كبداك يا نوال، انت مش قدي. يلا يا عم تعالوا نغور من الحته النكسه دي. ماشي يا اخويا، احاسب واحصلك. معلش يا استاذ نوال، ساعة شيطان ما تشيليش نفسك. هما الرجاله كده، جنس كلب يسمعني حين يراكسني كلمات ليست كالكلمات، وبعد ما ينول مراده يخلع. بس بقى خلاص، لا انا كده مش هبقى مطمن عليكي. بصي هاتي رقم تليفونك ارنلك من عندي وابقى اتكلم اطمن عليكي، ماشي؟ خلاص بقى. خد يا ست الناس، انا ههبق وهبقى اكلمك اطمن. لا حول الله. نجوان، موبايلك بيرن. اديتي نمرتك لحد؟ نوجع. مصر. الو. هو انت؟ امال فين البيت؟ انت ابو نجوان؟ ايوه ابو الزفت، ابو نجوان اللي انت سيبتها اهلها وناسها وطفشت معاك وعايشه معاك في الحرام. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم؟ انت مستخسر تبعت لنا شيلن؟ ده احنا بنكح جير. جاتك داهيه فيك وفي اهلك. انا والله العظيم ما كلمت حد غيرهم. انا كنت بس بطمن والله. اصل ماما تعبانه. انا مش قلتلك ما تكلميش حد؟ ايوه. مش قلت ما تديش النمره لحد؟ ايوه. قلت ولا ما قلتش؟ ايوه. ايوه. هتودينا في 60 داهيه يا بنت الكلب. كفايه. هتودينا في 60 داهيه. انا خدت فكره سريعه عن القضيه. طيب وايه الاخبار بقى؟ طمنا. اكيد مش هقبلها. اكيد طبعا، المحامي اللي يقبل قضيه زي دي يبقى بينتحر. ممكن حضرتك توضح لنا كلامك شويه؟ القضيه دي خسرانه خسرانه. الحل الوحيد ان بنت حضرتك وجوزها يرجعوا الفلوس ويتصالحوا مع البنك. جرايه يا استاذ سمير، انت مكبر الموضوع ليه؟ ما انت ياما خدت براءات في قضايا زي دي. يعني ايه؟ مفيش حل تاني؟ طبعا في حل تاني. ايه؟ ان المتهمه تسلم نفسها ونحاول ناخد لها اقل عقوبه ممكنه من 7 ل 10 سنين. من 7 ل 10؟ مفيش من 3 ل 6؟ سلامت ام حسن ده من عين ومن حسد. سلامتك يا ابو حسن ده بتمشي حسد. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انا لفيت عليك المستشفى كلها وفي الاخر تلاقيك في الاوضه دي. مش احنا قلنا مفيش مجال المستشفى تاني؟ يا ابله انا جاي قانوني ومعايا تسريح ومختوم ختم النسر ان اشوفك واقابلك وامسك ايديكي. اوعى كده. تصريح ايه ده؟ اهو يا ابله. تكرر لي العلاج بتاع ام نجوان. ما انا بصراحه يا ابله بتلكك عشان اشوفك يعني. طب اوعى كده وريني التصريح ده. ايه ده؟ واحنا مش هنوديه سوا ولا ايه؟ ونوديه لها ليه؟ ما هي هتيجي تغسل هنا
وبعدين انا خدت تليفون جيرانها عشان ما اطلبهاش على تليفون جوزها. انا قبل كنت عامل حسابي ان احنا نروح انا وانت يعني ونركب تاكس ونقسم الفلوس انا وانت يعني. تاكس؟ ما تبعزقش فلوسك يا استاذ، بشيلها الحاجه اهم. وبعدين امشي بقى عشان انا ورايا شغل. يا احلى منهم كلهم، اديني قلبك خدي قلبي اديني قلبك يا لهوي يا ابله. ايه ده؟ انت بتحببي هنا ايه يا وليه؟ انا مش قلت لك ارجع بالليل ما اشوفش خلقتك هنا تاني؟ اخفى من وشي دلوقتي يا سلومه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، مش مستحمله رزالتك. انا قلت لك مالكيش قاعد معايا هنا الله، وعملت بس قلت لك اخرجي كده بامان الله بادب وكرامه بدل ما اطردك والم عليك الخلق. خلق مين اللي اتفرجوا عليا يا راجل يا ناقص؟ بقى تفتحيني وتدعيني شويه سكان معفنين، انت ولية خاينه وتستاهلي قطع لسانك، وانا بقى هربيكي واعلمك الادب اللي اهلك ما علموكيش. انت هتمد ايدك عليا يا راجل يا ناقص؟ ده انا هشرب من دمك. خلي جيراني الهنا ينفعوك اللي عامله قلبك عليهم يا ولايه يا خاينه. اطلع بره. اوعى يا راجل يا عرق. اطلع بره. بره يا ولايه. تعمل ايه يا راجل يا مفتري؟ انت سامع انا تموتها فين؟ ده يا راجل انت مش كفايه انها طلعت مره واحده في حياتها محترمه يا راجل انت؟ نعم انت طلقه بالثلاثه وتحرمي عليا زي ام واخت وبنتي. لا اله الا الله يا راجل. معلش انا والدي، معلش انا والدي، تعالي معايا يا اختي. لو كان يستهلك والنبي لجوزك ست ايده. معلش يا حبيبتي معلش يا حبيبتي معلش. مشاكرين يا مسوق. ده يا بنتي ما انا داخله معاكم يا بنتي. بتقفلي الباب في وشي يا مجرمه. السلام عليكم ورحمة الله. بابي وحشتني قوي يا بابي، وحشتني قوي يا بابي. انت اللي وحشتيني، ما انت زي الفل وزي القمر اهو. ما بتكلمنيش ليه؟ معلش يا بابي، كل مرة بيبقى في سبب، وبعدين كنت مستنية أروح بدري في مرة عشان أكلمك مكالمة طويلة. رجعنا زي زمان بقى، أيام الشركة بتقعدي بالشهر ما بتكلمنيش. ما أنت عارف يا بابي، لما بقى مشغولة مش بعرف أكلمك وأحب فيك براحتي. وأنا كده بطمن أكتر لما ما بترديش. قولي لي يا هايدي، أخبار المشروع إيه؟ ماشي كويس؟ مشروع؟ مسمية ده مشروع؟ يا طارق ده مشروع وماشي كويس قوي. يا حاج، يا عم الحاج، نعم. ينفع ان انا احج مع اللي بيحجوا في التلفزيون؟ والله ممكن، بس حسب نوع التلفزيون. بس انت مسموح لك تعملي اي حاجه. اهو قال لي ينفع. هايدي، المحامي اللي انا رحت له رفض القضيه، بس انا مش هسكت، انا كلمت 2 محاميين اكبر منه. ما تكلمش حد يا طارق، خلاص مفيش فايده. ما بلاش التشاؤم ده يا هايدي. انت ما تتكلمش الا لما اقول لك، فاهم؟ مساء الخير. خدي ستوري نفسك، خدي ومعلش بقى خلاص، ما تقهريش في روحك كده خلاص. وايه اللي كان حصل عشان كل ده يعني؟ انا نوال الراجل الخسيس الندل دوت يطلقني عشان قلت لام سوكه تقول لكم انه صرف فلوس تنكيس البيت. طب ما حركه ناقصه منك الصراحه. ما ينفعش تفضحي جوزك قدام الخلق كده. ايوه يا اختي، قولي انه كان معاه حق، ما انتي شمتانه فيا. هو انت كان يجي في احلامك اني اتذل كده ولا ترمي الرميه دي؟ ده انتي لولا الملامه عايزاني اطلع من عندك وتعملي فرح. ماشي، انا مش هرد عليكي، بس عشان ايه؟ عشان خاطر الظروف اللي فيها، عشان انتي في بيتي. بيتك؟ وكمان بتعايريني عشان بيتك وما بقاليش بيت؟ يا وليه خلي عند اهلك دم، ده لسه اللي حاكم تحت ايد الراجل. جاتك البالة. بقول لك ايه؟ عاوزه ايه؟ محصوره وعايزه اخش الكبانيه. النقله دي قومي يا اختي، ده حرام مجانين. اتفضلي. بيتك بتعايريني؟ انحصرتي من فكيت يا بعيده. والله لا افرجك يا كوريا. بدأت تندع بنات. الو بنت حلال مصفي، ده انا كنت هكلمك اطمن عليكي، بس قلت اسيبك كده يومين مع نفسك. انا سلومه كراشنا ومش عارفه اعمل ايه ولا اروح فين. بردك ده كلام تقوليه يا ست نوال، جقطعون. ان كنت تريدين السكنه اظبط لك اي مكنه، واحنا مش رجاله نسد برضه ولا ايه؟ بس انا خايفه حد يعرف. عيب عليكي، طاعون بيري الاسرار الذي بلا قرار. طيب
انا هنزل دلوقتي. وانا هجيلك في المكان اللي جنب القهوه ساعه ما اتكلمنا اخر مره، نفس المكان اللي كان لا مؤاخذه بيجمعنا سوا، واول ما اوصل لك هاخدك ونحل المشكل سوا. شكلهم غريب قوي قرايب جوزك دول. ليه بس؟ دول ناس طيبين قوي في منتهى الذوق، يا ريت كل الناس زيهم. ايه الغريب فيهم بس؟ انا ما اقصدش حاجه، بس لغتهم غريبه كده وهيئتهم كمان، وبعدين مشوا على طول كده. ما هم تلاقيهم عشان مش عارفينك فمش عايزين يحرجونا يعني، فعشان كده مشوا. ربنا يخليهم لك مادام بتحبيهم. يا رب. كنت مستعجله انت اول مره اللي فاتت. ما هو زي ما انت شايف انا لوحدي هنا في المحل، فلما بمشي بضطر اقفله خالص، فعشان كده. بس اقول لك على حاجه، انا كنت مبسوط قوي بالشويه اللي قعدناهم دول. صراحه وانا بجد. بس انا عايزه اسالك سؤال. قولي. يعني انت اكيد شفت وقابلت بنات كتير، ايه اللي مخليك مصر عايز تشوفني وتقابلني؟ انت عايزه الصراحه؟ انا نفسي مش عارف، بس في حاجه غريبه بتشدني ليكي، وكل ما احاول اشغل نفسي باي حاجه الاقيني برضه بفكر فيكي وعايز اشوفك. ما عندكش تفسير بقى للحاله دي؟ انا بموت في ضحكتك دي. طب بس عشان انا بتكسف، قول لي بقى، انت جاي بس عشان تقول الكلمتين دول؟ وانا بصراحه كل مره ببقى جاي عشانك، بس ببقى محضر سبب كده، اي كلام تلكيكه يعني، عشان لما انزنق اقولها على طول. طيب والتلكيكه ايه المره دي؟ الواد ده اللي كان جاي له استدعاء النيابه، خطيب قريبتك. هيما ابراهيم، ماله؟ الواد ده شمال وسكته مش سالكه، وبعدين معارفه كلهم مسجلين، وبعدين مش شبهك ولا شبه قريبتك، وهي بنت جدعه ونظيفه وبنت بلد، فقلت يعني اقول لك عشان تقولي لها تبعد عنه وتشوف حد تاني احسن. بتحبه؟ يا ستي انا مؤمن جدا بالحب، بس برضه الحب لازم يكون للانسان الصح. يعني ما ينفعش انا اشوف واحده مثلا مسجله ولا محكوم عليها ب 10 15 سنه واحبها، ده ما يبقاش اسمه حب، ده يبقى اسمه عبط. بتعملي ايه؟ مالكش دعوه بيا. بتعملي ايه؟ خلاصي. بقول لك مالكش دعوه بيا، انت ما اشتريتنيش على فكره. مين اللي قال؟ انا اللي قلت. خلاص بقى ما تزعليش، خلاص بقى ما تزعليش، انا كنت متقل حبتين خلاص. بعدين انا لما شفت النمرة بتاعت مصر انا ما خفتش على نفسي، انا خفت عليك انت. انا لو جرالي حاجة انت هتعملي ايه من غيري؟ هتبقي لوحدك. شفت بقى انا خايف عليك قد ايه وبحبك قد ايه. بس متزعليش عشان خاطري. هو انت مش هتبطلي العيشه اللي انت عايشاها دي ولا ايه؟ المفروض اعيش ازاي يعني؟ زيك كده؟ زيي؟ هو ما حدش عايش في الدنيا دي غيري انا وانتي؟ يا اما تعيشي زيي يا اما تعيشي زي ما انتي عايشه كده. بقول لك ايه، خلينا حلوين كده مع بعض وبلاش جو النصايح ده، عشان بقى قديم قوي بصراحه وعمره ما جاب همه. ده ياسر الظابط. ردي عليه ردي عليه وقولي له زي ما اتفقنا بالظبط. الو. اي ياسر بيه، بص انا هكلمك بسرعه عشان ممكن يخرج في اي لحظه. هو ما بيعملش حاجه غريبه، بيبقى قاعد كتير على الايفون وبيلعب جيمز. بيتكلم واحد اسمه ابو طالب بيه وبيقول قضيه واسامي زي هايدي ومروان. لا معرفش بالظبط تفاصيل المكالمات. طيب اوكي حاضر، هعرف اقول لك. اوكي حاضر حاضر ماشي باي. قفلت. قال لك ايه؟ عايز يعرف تفاصيل المكالمات بالحرف، اكنه هو اللي بيسمعك. قلت له حاضر. انسان غبي وتافه. هو مش كفايه بقى الزفت ده؟ برافو عليك، رميتهم؟ تصدق انا كده هبطل؟ قد ايه الحل ده كان غايب عني وكنت محتاجه واحد زيك يجي عشان يرميه من قدامي ويفوقني. يا ابني الحوار اكبر من كده بكتير، اكبر منك انت شخصيا. ساره انت مفيش فايده فيكي. انا هقوم اوضب شنطتي عشان نرجع مصر. انتصار، انت يا زفت انتصار، انت هتفضلي عدالي كده زي الكلب الاخرس اللي لا بينبح ولا بيخرب النجاسه؟ يا انتصار. ايوه يا اخويا. حضري لي لقمه اطفحها
واغسلي مواعين المطبخ اللي عفنت دي وضربت ريحه الشقه، بدل ما انت قاعده كده لا شغله ولا مشغاله. حاضر يا اخوي. شوفي يا اختي مين اللي بيخبط. حاضر. حاضر يا اللي بتخبط. سابو طالب بيه. السلام عليكم. كده كله تمام يا ست هايتي. ميرسي بجد يا استاذ شكري، تعبتك معايا. ما تقوليش الكلام ده، احنا خدامينك يا ست الكل. طب انا هدخل اقفل واصحي سندس ونطلع ننام، انا تعبت بجد من السهر النهارده. والله كتر الف خيرك، بتخرجيها من البيت بدل الخنقه، لازم تشم شويه هوا. وبسم الله ما شاء الله دلوقتي بتفهم زي وزيك. طبعا اذنك. ربنا يسعدك، ربنا يسعدك. مع الف سلام، مع السلامه. انت فين يا راجل يا طيب؟ بقالي فترة من زمان مستنيك تهل في الحارة. شيخ ناصر ازيك، اخبارك؟ وحشتني والله. معلش شوية مشغولات كده. عامل ايه؟ كيفك؟ تمام؟ تمام الحمد لله. سلام. عاوز ايه يا شيخ ناصر؟ في حاجة ولا ايه؟ كل خير ان شاء الله. انا كنت عايز اكلمك في موضوع كده يا اخي شكري. امرنا يا سيدنا، انا خدامك. الامر لله. انا كنت طالب القرب منك على سنة الله ورسوله. ايه ده؟ عايز تتجوز سندس؟ لا 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 لا، انا كنت طالب القرب منك في بنت اختك الست جمالات. هو ده اللي حبوله.